يوم في دهب قررنا ان احنا نروح البلو هول، وتقريبا ده ما كانش احسن يوم بالنسبه لي، وده بسبب الساعه بتاعتي وقعت مني في البحر. تعالوا بقى اقول لكم الساعه وقعت مني ازاي في البحر. اول حاجه رحنا اجرنا المعدات اللي هننزل بيها الميه عادي جدا. بعد كده قررنا نروح للمنط اللي احنا هننط منه، وبسم الله الرحمن الرحيم انا اول واحد كنت بنط، ومجرد ما نطيت زي ما انتم شايفين الساعه كانت في ايدي عادي جدا، وبمجرد ما نزلت الميه ما بقتش في ايدي، ولكن اخدت بالي بعد مده مش في وقتها خالص. وزي ما انتم شايفين شكل المايه عامل ازاي، والقاع عميق جدا. الساعه كان من رابع المستحيلات ان الواحد ممكن يلاقيها، ولكن بصراحه ما حبيتش استسلم وقلت لعل وعسى الاقيها ان شاء الله. فلقيت الشخص ده طالع من المايه بالصدفه، فقلت له بعد اذنك ممكن تساعدني، واخدته ووريت له المكان اللي الساعه وقعت مني فيه. فهنا اياد كان بيقول له الى حد ما ان هو شايف الساعه، فبيحاول يوضح له ويوري له ان الساعه واقعه في المكان ده، ونزل عشان يوري له، وهو كان ماشي معاه لحد ما هو اخذ القرار ونزل تحت الماء. اخذ شويه وقت وقعد يدور، ولكن في الاخر الله عليك الله عليك لا الحمد لله اهو الله يبارك له. دعني السيرة بتاعتي. تسلم ايدك والله. اسمك ايه؟ عمر. الراجل ده في دهب. عمر الصادق. انا عندي انستجرام مش تيك توك. ماشي. فاللي عاوز يعمل دايفنج مع الراجل ده هسيب لكم اكونت الانستجرام بتاعه في الكابشن تحت. الحمد لله المال الحلال ما بيضيعش، وبرضه فضل الراجل ده.